تمام 10 مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير من الفضائية الإريترية. أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء يصحبكم فيها نور الدين خليفة، وأستهلها لكم بأبرز ما جاء فيها. كلية أسمر الأهلية للتعليم تخرج 365 معلما. جمعية الصيادلة الوطنية تعقد مؤتمرا علميا. اللجنة التنفيذية للمرأة تبحث تطور تنفيذ البرامج الموضوعة. مقتل مدنيين 2 وإصابة جنود فرنسيين في هجوم بسيارة في مالي. كندا لن تتراجع في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية. وترامب يقول أوبك تتلاعب بسوق النفط. كانت تلك عناوين النشرة، إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. خرجت كلية أسمر الأهلية لإعداد المعلمين في 30 من يونيو الجاري 365 من المعلمين الجدد والمعلمين القدامى الذين يرفعون مستواهم التعليمي، منهم 93 بدرجة الدبلوم و272 بدرجة الشهادة. وذكر مدير الكلية السيد برخت عقبة ربي دور التعليم والتدريب في تطوير المجتمع، وقال إن الحكومة ظلت ولا زالت تعمل واضعة سياسة واضحة لترسيخ تعليم كفؤ ومتوازن وهام لمواطنيها، ويتوقع من الخريجين تلبية ما يطلب منهم، وأن يكونوا واعظين ومدرسين أكفاء في أماكن عملهم. من جانبه قال وزير التعليم السيد سامر الرسوم إن الحكومة قامت خلال 27 عاما مضت باستثمار كبير في قطاع التعليم، منظمة أولى أولوياتها وموضحا في الوقت ذاته توسعة البرنامج من فترة لأخرى. كما نشد المجتمع على تعزيز دوره وإسهاماته باعتبار أن الاستثمار الجاري في هذا القطاع استثمار جماعي. بدوره قال ممثل الخريجين إن المعرفة التي تلقوها نظريا وتطبيقيا ساعدهم لتنفيذ المسؤولية المهنية التي تنتظرهم، مؤكدا تعويض الحكومة والشعب الذي علمهم بالعمل المخلص والوفي. هذا وتخرج كلية أسمر الأهلية للتعليم هذا العام للمرة السادسة بدرجة الدبلوم وال21 بدرجة الشهادة. يذكر أن كلية أسمر الأهلية للتعليم التي كانت تقدم التدريب التعليمي لعام واحد تعد أحد المدارس الداخلية، وظلت تبذل جهودا جبارة لإنتاج مدرسين أكفاء خلال العامين الماضيين. عقدت جمعية الصيادلة يوم 30 من يونيو بأسمر المنتدى العلمي 17 على ضوء الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسها تحت شعار 25 عاما من العمل المهني المتفاني. وأوضح رئيس الجمعية السيد أبراهام مندرياس في الكلمة التي ألقاها عن تنفيذ الكثير من المهام الناجحة في السنوات 25 الماضية، وتسير الجمعية نحو رؤاها لتنظيم الدورات التأهيلية والتعليمية لأعضائها. وقال المدير العام لمؤسسة أزل لإنتاج الدواء ومؤسسة توفير الأدوية السيد مسجنا تخلأب إن هدف الجمعية هو العمل لتطوير المهنة والمهنيين وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، إلى جانب دورها لتأطير الصيادلة وخلق الأرضية المشتركة للحوار والتفاكر. وقد أسهمت جيدا لتطوير الصحة العامة خلال السنوات 25 من عمرها. وقدمت في الندوة أوراق عمل حول الاستخدام غير الجيد للدواء ومخاطره والحيطة المسبقة التي يتوجب اتخاذها من الأمراض التي تطور مقاومة الدواء ومواضيع صيدلية أخرى. وأشارت أوراق العمل إلى أن تناول الدواء دون وصفة طبية من جانب، والاستخدام السيء للدواء من جانب آخر، تحدث أضرارا كبيرة على المستوى العالمي وتتسبب في المشاكل الصحية والوفيات في الدول النامية، ودعت لعدم تناول الدواء دون وصفة طبية. وانتخبت الجمعية في ختام أعمالها هيئة إدارية جديدة تعمل لمدة عامين. وقد تأسست جمعية الصيادلة في شهر أغسطس من عام 1992. بحثت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الاجتماع النصف السنوي الذي عقدته في 30 من يونيو الجاري تطور تنفيذ البرامج الموضوعة. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخا تسفا ميكائيل أن البرامج المنفذة لترقية وعي المرأة وتعزيز مساهمتها ومشاركتها في كافة المجالات تحقق نتائج مرضية، ويتوجب مواصلة الجهد لمزيد من النتائج. وقالت إن تطور المجتمع يتأتى بمساواة المرأة وتنسيق الجنسين، وحثت لبذل الجهد القوي لتنشئة الأجيال الحديثة بقيم وثقافة المجتمع وضمان تأمين مشاركة وفعالية المرأة في العمل ومستوياته والدفع بتنظيم وقدرات المرأة.
وذكر الاجتماع المشاركة المشهودة للمرأة في التعليم، لكن يتبقى الكثير من المهام، كما أشادت بالعمل البناء لمكافحة العادات المتخلفة التي تعيق تطور المرأة. وتوصل الاجتماع إلى تفاهم للعمل القوي للارتقاء بتنظيم المرأة نوعا وكما، والتنسيق مع الجهات المختصة لبناء قدرات المرأة وإزالة الظواهر المعرقلة من استفادة المرأة من الفرص المتاحة لها. خرجت مدرسة دندنة التجارية في 30 من يونيو الجاري في قاعة الإكسبو بالعاصمة أسمرة 472 طالبا قدموا من مختلف أقاليم البلاد وتلقوا الدراسة لفترة عامين. وأوضح مدير المدرسة السيد دانييل جامبو بأن الدراسة التي تلقوها على مدار عامين اشتملت على إدارة الممتلكات والمحاسبة والسكرتارية وإدارة المكاتب وغير ذلك من مختلف المهن التي تتماشى مع المكتبات ونظام المعلومات. من جانبه قال المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفايسيوم إن مدرسة دندن التجارية تتميز بنشاطها في المجال المالي والاستثمار والإدارة، مناشدا الطلاب لبذل جهدهم من أجل تعزيز قدراتهم. هذا وقد خرجت مدرسة دندن التجارية بداية من العام 1999 وحتى 2018 في 16 عاما 4359 طالبا بمستوى الدبلوم والشهادة. شهد سكان عدة أغوار في مديرية عدخلة حفيرا بمبادرة ذاتية لخدمة المواطنين والمواشي، وأوضحوا بأنهم أدركوا أهمية النشاط الفاعل لحل المشاكل التي تواجههم بتنسيق إمكانياتهم وطاقتهم، ومؤكدين استمرارية المهام لتنفيذ البرامج الموضوعة للتنفيذ. وأشاروا إلى وضع برنامج لبناء المدرجات في مساقط المياه أعلى الحفير حماية من ملئه بالطمي. هذا وتقع منطقة عدساغوار التي يقطنها حوالي 450 مواطنا من الناحية الشرقية من مدينة عدخلة على بعد 6 كيلومترات. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت وزارة الدفاع في مالي إن هجوما على دورية عسكرية في شمال مالي أسفر عن مقتل 2 من المدنيين وإصابة ما يصل إلى 8 جنود فرنسيين يوم الأحد. ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في هجوم شنه متشددون على مقر عسكري في وسط مالي التي تساعدها القوات الفرنسية على مواجهة المتشددين. وقال أبو بكر ديالو المتحدث باسم وزارة الدفاع في مالي: أؤكد أنه كان هجوما بسيارة ملغومة صدمت دورية عسكرية مشتركة لجنود من مالي وفرنسا. وأضاف أن نحو 12 بينهم ما يتراوح بين 4 و8 جنود فرنسيين أصيبوا في هجوم يوم الأحد. وأكد باتريك شتايغر المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن عددا من المدنيين قتلوا في هجوم بمدينة جاو، وأن الجيش يسعى للتحقق من حالة 30 جنديا كانوا في الدورية التي تعرضت للهجوم. وقال إن الانفجار وقع قرب 3 مركبات فرنسية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قبل شهر من انتخابات الرئاسة المقررة في نهاية يوليو. قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن بلادها لن تتراجع عن الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرا على واردات الصلب والألومنيوم. وجاءت تصريحات فريلاند في وقت كشف فيه مسؤولون كنديون عن حزمة مساعدات بقيمة 1 مليار دولار لدعم صناعة الصلب والألومنيوم في البلاد. ومن المقرر بدء تطبيق رسوم جمركية انتقامية فرضتها كندا على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يوليو. وقالت فريلاند إن الرسوم الجمركية الأمريكية لم تترك لبلادها خيارا آخر. وتستهدف الرسوم الجمركية الكندية منتجات أمريكية مصنوعة من الصلب والألومنيوم. وتعد الولايات المتحدة وكندا من بين أكبر الشركاء التجاريين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري والخدمات بينهما العام الماضي قرابة 700 مليار دولار أمريكي.
وقالت فريلاند إن المحادثات مستمرة وأن بلادها ستحث على دفعها مرة أخرى بعد الانتخابات المكسيكية المقرر لها الأحد. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بالتلاعب بأسواق النفط العالمية، وحذرها بضرورة التوقف عن ذلك، بينما قال إن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. وقال ترامب: أوبك تفعل والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول وكثيرا من تلك الدول. كما سئل ترامب في البرنامج الإخباري الذي جرى بثه يوم الأحد عما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران، وقال: نعم بالطبع، ذلك ما نفعله قطعا. عثر على جثث 11 من أفراد عائلة واحدة في العاصمة الهندية يوم الأحد، وكانت معظم الجثث متدلية من السقف بمنزل الأسرة ومعصوبة العينين والأيدي مقيدة خلف الظهر، ولم تتمكن الشرطة من تقديم تفسير واضح لما حدث. وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على ملاحظات مكتوبة بخط اليد في المنزل تشير إلى ممارسة كل أفراد الأسرة لبعض أنشطة السحر أو الروحانيات. وأضاف البيان أنه جرى تحقيق في هذه الزاوية وأنه تم تسجيل الواقعة على أنها جريمة قتل. ويقع منزل المتوفين فوق متجر بقالة مملوك لهم في منطقة بوراني في القطاع الشمالي من العاصمة. وذكرت وسائل إعلام إن قتلى يوم الأحد كانوا 4 رجال و7 نساء، وبينهم مراهقون وامرأة تبلغ من العمر 75 عاما عثر عليها على الأرض في حين تدلت الجثث الأخرى من قضيب مثبت في السقف. وقالت الشرطة إن الأسرة تتكون من المرأة وابنيها وزوجتيهما وابناتها والأحفاد. في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الأول، حيث دخل رودريغو مورينيو بدلا من ماركو إسينسيو، وكان الفريقان قد استنفذا تبديلاتهما الثلاثة خلال الوقت الأصلي من المباراة. بهذا أعزائي المشاهدين قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا المساء من الفضائيات الإريترية. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.